الدوالي بعبع الرجاله. يمكن حتى لو خدنا بالنا من وصفه عندنا في الطب اسمه باج اوف وورمز، كيس الديدان. ايه الرعب ده؟ هي فعلا رعب لكتير من الشباب. تعالوا نعرف مع بعض ايه هي الدوالي وازاي بتاثر على الخصوبه وايه العلاج. ازيكم يا رجاله؟ انا عمر عزيز، استشاري جراحات الذكوره في القصر العيني، ودي قعده رجاله. خليني ابدا لكم من الاول خالص، وطبعا الكلام فيه شويه كلام علمي صعب، هنحاول نبسطه وهحط لكم المصادر العلميه تحت ونتكلم مع بعض دردشه كده لتوضيح الفكره. ايه هي الدوالي؟ في شرايين بتغذي الخصيه، والخصيه بعد ما تاكل وتخلص اكلها بتخرج البواقي وترميه في الوريد عشان يرجع للقلب ينضف. بس الوريد ده عشان يرجع الدم للقلب عكس الجاذبيه، في فالف او صمام بيمنع ارتجاع الدم فيه وسقوطه الاسفل حول الخصيه مره تانية عند 15 ل 20% من الرجاله. يعني زي ما كنا قلنا قبل كده ان واحد من كل 5 أو 6 عندهم دوالي بسبب ضعف في الصمام ده، واللي بنسميه ميزنكايمال ويكنس. الشخص اللي عنده الضعف ده ميزنكايمال ويكنس بيخلي الراجل ممكن يجيله دوالي الخصيه، وممكن يكون مصاحب ليه فلات فود، فات ايرابي، دوالي في الرجلين. فضعف الصمام ده خلى الدم اللي في الوريد اللي المفروض طالع للقلب هوب راح واقع حوالين الخصيه. فبالتالي الدوالي كتعريف معناها ان الدم ارتجع وبقى متركز حول الخصيه. يعني بدون الارتجاع ده مفيش دوالي، وركزوا في النقطه دي كويس عشان هنحتاجها بعد شويه. الدم اما بيرتجع عند كتير من الناس ما بيضرش الراجل، وعايش بيه زي الفل، ومخلف الاول والتاني والتالت، وما عندوش اي وجع وما عندوش اي مشكله خالص. لكن في بعض الاحيان الدم ده من سخونيته بيسخن الخصيه زياده، فيبدا يضر المصنع، فانتاجيه المصنع تقل. وغير السخونيه في البواقي اللي قلنا عليها بتاعت اكل الخصيه، خلينا نقول كده، اللي هي فيها بعض المواد الضاره اللي كانت المفروض تتنضف. فالدم ده اما يرتجع بالضغط بتاعه يبدا يضر انتاجيه المصنع ويبدا يسخن المصنع، وبعض الاحيان ممكن يحسسك بتقل او وجع، رغم الاساس زي ما قلنا من شويه عن ناس كتير ان الدوالي مش بتوجع، لكن ساعات يحسسك بوجع عند الوقفه او شيل حاجه تقيله او اي حاجه بتزود ضغط البطن زي الكحه او الامساك اللي بيخليك تحزق فتزود الارتجاع. واول مره تانية دوالي يعني ارتجاع، فارتجاع الدم لما بيزيد فساعتها تحس بالتقل والوجع. نرجع بقى تاني شويه، ان في ناس كتير عندهم، خلينا نعتبر ان الخصيه عايمه وسط الدم بتاع الدوالي، فيبدا يضرها شويه. الضرر ده بيبدا ازاي؟ ممكن يقلل كفاءه المصنع فالعدد يقل، ممكن ياثر على الدين فالحركه تضعف، ممكن يبدا يكسر في الحمض النووي اللي موجود في الراس فيزود الدي ان ايه فراجمنتيشن، وممكن برضه يعمل تشوهات في راس الحيوان المنوي، بالذات التابرد هيد ديفورميتي، يعني الراس المدببه، واللي لما بنشوفها بنقول ان غالبا الدوالي هي السبب. والحاجات دي هي اللي بتاثر على خصوبه الراجل وبتؤدي الى تاخر في الانجاب. طيب بعد ما عرفنا معلومات كتيره عن الدوالي وازاي بتحصل والميكانيزميه انها ازاي بتعمل اضرار، ايه هي الاعراض اللي ممكن تجيلي عشان اعرف انا عندي دوالي ولا لا؟ زي ما اتفقنا الدوالي موجوده عند عدد كبير من الرجاله، قلنا حوالي 20% وعايشين حياتهم عادي خالص بدون اي مشكله، لكن 40% هم اللي عندهم تاخر انجاب اولي، و80% من اللي عندهم دوالي ممكن يعانوا من تاخر انجاب ثانوي. ونسبه صغيره جدا الدوالي ممكن تعمل وجع، بس خلينا عارفين انها مش السبب الوحيد ولا الاول لوجع الخصيه. بالعكس في اسباب تانية للوجع زي الاسباب الطارئه اللي اتكلمنا عليها، وهي ستيكلر تورشن التواء الخصيه، او اسباب مزمنه زي التهابات الخصيه او الاحتقان الجنسي لو حد مش متجوز، او اسباب تانية ممكن نتكلم عنها بعدين واللي من ضمنها الكرونيك بلفيك بين سندروم. وزي ما قلنا مش كل وجع يعني دوالي، ومش كل دوالي يعني وجع، ولازم عشان اقول ان الوجع ده وجع دوالي يكون فيه المواصفات اللي قلنا عليها من شويه زي التقل وزي ان هو بيزيد مع الوقفه او يشيل حاجه تقيله، وكمان لازم يكون عندك دوالي كبيره. طيب ايه هي بقى اسباب الدوالي؟ الدوالي زي ما قلنا من شويه غالبا سببها خلقي بسبب الويك ميزنكايم، وهي غالبا موجوده عندك من البلوغ، يعني مش الجيم اللي جابها لك ولا هتفضل تزيد مع الزمن، لكن الاعراض هي اللي ممكن تزيد مع الوقت. ممكن تحس بالتقل او السخونيه لما تشيل حاجه تقيله، او اعراض تانية ممكن مع الوقت تبدا تظهر، تتخلف الاول وعلى ما الخصيه تتاثر ممكن يحصل تاخر انجاب في الثاني او الثالث. بس في ساعات بقى ممكن الاعراض ما تتاخرش وتظهر مع البلوغ، وده اللي بنسميه في الطب دوالي البلوغ او adolescence varicocele. طب ده يعني ايه؟ يعني الدوالي مش مجرد اعراضها هتظهر مع الوقت، لا دي من اول ما بلغت
وهي اعراضها ظهرت عندك جامد، وظهر عندك الباج اوف وولز، ومن كتر سخونيه الدم الخصيه ما بقتش عارفه تكبر وعماله تصغر، وبدات تحس ان ناحيه اصغر من ناحيه. ودي بعض الاحيان ممكن تحتاج متابعه دوريه يمكن كل 6 شهور عشان نعرف الخصيه هتعرف تكبر ولا لا، يا اما بتحتاج تدخل جراحي عاجل واحنا في مرحله البلوغ من 15 ل 20 سنه لو هي فعلا عامله ضمور او تغير في حجم الخصيه. طب ايه هي خطوات تشخيص وعلاج الدوالي اما بتيجي تطوروني في العياده؟ اول حاجه زي ما قلت في فيديوهات كتير، انا ما بحبش ان العيان يجي يقول لي ان شكوته هي الدوالي، بزعل جدا، ويمكن بزعل اكتر لما اجي اساله ويقول لي انا خلاص عملت العمليه، واجي اساله عملتها ليه؟ ليه ما اعرفش، اصل الدكتور قال لي انت عندك دوالي ولازم نعملها. اما تيجي تطورني في العياده الشكوى يا اما وجع يا اما تاخر انجاب. فنبدا اول حاجه بالتاريخ المرضي لاستبعاد اي اسباب اخرى للشكوى، ونعمل تحليل سائل منوي نشوف اخباره ايه، وفي مشكله من مشاكل السائل المنوي اللي الدوالي ممكن تعملها ولا لا. وبعدها يجي دور الفحص الاكلينيكي، ابدا بقى احس كيس الديدان اللي وصفناه قبل كده، ابدا احس الاورده المتضخمه، طب حسيتها ولقيت فعلا ان في دوالي عنيفه، بنحب بقى ناكد التشخيص عن طريق دوبلر الخصيه. فتعالوا نتكلم بقى عن اشعه دوبلر الخصيه سكروتال دوبلكس، وده يمكن هيزعل شويه حبايبي في تخصص الاشعه. خلينا نقول ان دوبلر الخصيه هو رقم 2 بعد التشخيص الكلينيكي. امال بنعمله ليه؟ بنطمن فيه على حجم الخصيه وعلى الدوره الدمويه بتاعتها، ونأكد درجه الدوالي، وبنطمن هل هي موجوده على ناحيه واحده ولا على ناحيتين. يمكن دوبلر الخصيه ضروري جدا ان دكتور الذكوره المتخصص هو اللي يعمله بنفسه. طب ليه؟ عشان ده بيعتمد عليه قرار مهم جدا زي قرار العمليه، وعشان الجراح قبل ما يمد ايده لازم يبقى شايف بعينه ايه اللي موجود جوه. ساعات الواحد ممكن يحس بايده احساس اكلينيكي ان الدوالي متضخمه، لكن اما نيجي نحط الدوبلر نلاقي ان الارتجاع قليل، وده ساعات بيكون بسبب دهون في الحبل المنوي اللي اسمها لايبوما اوف ذا كور. ساعتها بقى لما نشوف الارتجاع القليل ده بعرف ان الدوالي البسيطه دي غالبا العامل بتاعها اللي بيأثر على تأخر انجاب مش عامل كبير قوي، والعكس صحيح. ممكن الواحد يكون حاسس ان الدوالي مش كبيره قوي، بس اما يقف بالدوبلر ويلاقي الارتجاع شديد قوي، فهنا بقى ممكن فعلا ده يأثر على القرار ونستعجل قرار العمليه. وهنا بقى يجي النقطه المهمه اللي لازم اقولها، ان للاسف ساعات كتير بشوف في التقارير اشعه بتقول ان عنده دوالي من دون ارتجاع. ساعتها متعصب قوي، هو يعني الكلام ده اذا كان اصلا تعريف الدوالي هو وجود الارتجاع. اول ما بشوف تقرير زي كده بقول معلش مع احترامي لكل زمايلي، اركن التقرير ده على جنب واحنا لازم نعيدهولك. ابص انا بنفسي اشوف قوه الارتجاع، قطر الوريد، اشوف تاثيره على حجم الخصيه ومدى تاثيره على السائل المنوي، وفي الاخر خالص بناء بقى على الفحص الاكلينيكي والاشعه اللي عملناها والفحوصات اللي عندنا بناخد القرار النهائي هل محتاج عمليه ولا لا. وخلينا متفقين بشكل كامل ان لو احنا وصلنا لتشخيص صحيح مبني على زي ما اتفقنا الفحص الاكلينيكي والفحوصات والاشعه تقييم السائل المنوي، واللي هي اثبتت ان الدوالي فعلا ممكن تكون سبب رئيسي في المشكله اللي المريض بيشتكي منها، فما فيش اي علاج هيشيل الدوالي، والحل هيكون عمليه لازالتها. والحمد لله نسب التحسن بعدها فوق ال 50%، وبيحصل حمل طبيعي في خلال 3 ل 6 شهور. ولو سالتني اشمعنى 3 شهور، فانت كده لازم تشوف حلقه تاخر انجاب اللي اتكلمنا فيها ان دوره تصنيع الحيوانات المنويه السبرماتوجينيسيس بتاخد 72 يوم، عشان كده هنستنى الفتره دي لغايه ما يطلع الحيوانات المنويه الجديده اللي مش متاثره باضرار الدوالي. طب مين بقى اللي اقول له انت محتاج عمليه الدوالي، ومين اللي اقول له انت مش محتاج؟ لو انت قصتك شبه حد من اللي جايين دول فانت كده محتاج عمليه في اسرع وقت ممكن. ان انت فعلا بالفحص الكلينيكي عندك دوالي كبيره اكدناه بفحص دوبلر الخصيه، ولقينا ان في تاثير على وظيفه الخصيه زي السائل المنوي، ان في مشكله، وجربنا كذا علاج ان المشكله تتحسن وما حصلش تحسن. مراتك لسه صغيره مش مستعجلين قوي على حقن مجهري، او عملنا حقن مجهري قبل كده وللاسف فشل، او لقينا ان التكسير في الحمض النووي عالي، او لو لقيتك مخلف قبل كده ودلوقتي مفيش تصيب، او لو لقيت ان بدا يحصل عندك علامات ضمور في الخصيه وعايزين نلحق الخصيه قبل ما يحصل تدهور كامل، او لو لقيت عندك وجع وحاولنا نعالجه مره واثنين وثلاثه ومش بيحصل تحسن، وليه مواصفات وجع الدوالي اللي زي ما قلنا قبل كده وجع بيزيد مع الوقفه واحساس بالتقل. لو لقيت ان انت عندك انعدام حيوانات منويه بس تشخيص الانسجه اثبت وجود خلايا بس متوقفه النمو عند مرحله متاخره، طب امتى بقى اقول لك امشي انت مش محتاج عمليه دوالي؟ الدوالي عامله زي اللوز او الزايده. هل في اي حد بنشيل له اللوز او الزايده من غير ما تكون ملتهبه؟ هل ممكن اشيل البروستاتا وهي مش متضخمه ومش عامله اعراض واقول لك اصل هي ممكن تعمل لك مشاكل بعدين؟ مفيش الكلام ده. هي الدوالي زيهم، لو موجوده عندك ومش عامله لك مشاكل عيش بيها وما تعملش حاجه خالص، ولو عملت لك اي حاجه في اي وقت
تعالى تنورنا نعملها وان شاء الله تستفاد. وكان لي اقول حاجه مهمه، انا اهم حاجه لما نيجي نعمل عمليه الدوالي انك تكون فعلا هتستفاد بيها. يعني مثلا لو عندك وجع بس مش بسبب الدوالي، بسبب التهابات او احتقان، هتستفاد من العمليه؟ لا. طب لو عندك سبب خلقي او جيني لتاخر الانجاب، هتستفاد من عمليه الدوالي؟ برضه لا. طب لو الدوالي بالفحص طلعت صغيره، طب لو سن الزوج كبير او المشكله بالاساس عندها ومستعجلين على الحقن المجهري وما عندناش رفاهيه الانتظار 3-6 شهور لغايه ما يحصل التحسن بعد عمليه الدوالي، اضحي بخصوبه الزوجه والبويض عشان اعمل عمليه الدوالي؟ طب لو عندك بقى انعدام حيوات منويه بسبب انسداد او بسبب انعدام وجود خلايا ام، هل لو عملنا عمليه الدوالي هتخلق خلايا ام جديده او هتفك الانسداد؟ او لو انتوا لسه متجوزين وما عداش على الجواز الوقت الكافي للعلاقه المنتظمه المتكرره في وقت التبويض، او لو انت رحت سافرت وسبتها، طب خلاص يا دكتور احنا لا فعلا طبيا واكلينيكيا محتاجين عمليه الدوالي. ايه احسن نوع عمليه من عمليات الدوالي محتاجين نعملها؟ حسب كل المراجع العلميه المعتمده احسن طريقه لعمليه الدوالي هي الجراحه الميكروسكوبيه، مايكروسكوبيك سب انجوينال فاريكوسيلكتومي، هي الجولد ستاندرد لعمليات الدوالي. طب هل في انواع عمليات تانية وليه هي دي احسن؟ في عمليات كانت بتعمل زمان بس ما بقيناش نعملها. زي ايه وما بقيناش نعملها ليه؟ زي الانجوينال سيرجري. الانجوينال سيرجري كان هي كويسه وجميله، لكن مشكلتها انك كنت بتفتح في الفاشيه، وفتحه الفاشيه دي بتوجع قوي، فبتطول فتره النقاهه وبتزود الوجع. النوع التاني كان الهاي لايجيشن اوبريشن، وده كان بيعمل ماس لايجيشن من فوق خالص، بس عيبه ان كان ممكن يسيب شويه اورده من تحت فيحصل ارتجاع للدوالي مره تانية، عشان كده ما بقيناش نعمله. فاحنا دلوقتي بقينا ملتزمين بالسب انجوينال سيرجري اللي هو بنفتح من تحت الفاشية، فجرح بسيط صغير وفترة نقاهة صغيرة جدا، ولما بنضيف عليها التقنية الميكروسكوبية للفصل ما بين الشرايين والأوردة والأوعية الليمفاوية، بتدي أحسن نتائج وأقل ارتجاع وأقل مضاعفات. وخليكم فاكرين التقنية الميكروسكوبية دي عشان هنتكلم عليها بعد شوية. طب يا دكتور أنا سمعت عن المنظار والأشعة التداخلية، إيه رأيك فيهم؟ الاتنين كويسين وموجودين في المراجع العلمية، لكن خلينا نمشي واحدة واحدة. المنظار بيكبر، بس برضه زي الهاي لايجيشن اوبريشن هو بيربط من فوق، فانت برضه ممكن حاجات من تحت تفوت عليك فنسب الارتجاع تبقى اكبر. والناحيه الثانيه الاشعه التداخليه ممتازه، لكن اولا هتتصدم طبعا من سعرها نظرا لان الكويلز اللي بتحقن الاورده مستورده فالاسعار مولعه، بس تاني حاجه ان برضه طول ما انت مش شايف كل الاورده بنفسك فانت ممكن في وريد او وردين يعدوا من غير ما يتم حقنهم، بالاضافه طبعا الى مخاطر الاشعاع على الخصيه وعلى الانجاب، واصلا العين جاي عشان الانجاب. انتهاء، طب هو ايه الاستفاده اصلا اللي تخليك تعمل منظار او اشعه تداخليه؟ عشان جرح صغير؟ طب ما هو جرح السب انجوينال سيرجري برضه صغير. ولا علشان فتره نقاهه صغيره؟ طب ما هو برضه ده انت على طول بتخرج بعد العمليه بساعه ساعتين وترجع لحياتك على طول. فالافضل هو السب انجوينال مايكروسكوبيك سيرجري. طب ليه بنقول الجراحه الميكروسكوبيه؟ وايه اهميه الميكروسكوب الجراحي والدوبلر الجراحي؟ هل ليه دور ولا لا؟ تعالوا نشوف. الميكروسكوبيك سيرجري هي مش مجرد ميكروسكوب او تكبير جراحي، هي تقنيه معموله خصيصا للحفاظ على الشرايين والاوعيه الليمفاويه، معموله عشان تحقق اعلى نسب نجاح من دون ارتجاع. يمكن في عوامل كتير بتساعدنا في الموضوع ده، اولهم التكبير الميكروسكوبي اللي ممكن يكون عن طريق الميكروسكوب الجراحي زي اللايكا او الزايس، وده بيوضح جدا الصوره. لكن برضو التكبير ممكن يكون بالمكبر الجراحي او اللوب، واللي هو برضه بيوضح لاننا هنا في الدوالي مش محتاجين التكبير 40 مره زي اللي بنحتاجه في التفتيش الميكروسكوبي اللي اتكلمنا عنه في فيديو انعدام الحالات المنويه. وخليني اقول لك بقى صراحه ان اسهل حاجه واسهل مرحله في التقنيه الميكروسكوبيه هي اللي احنا نشوف الارتري ديتكشن اند ايزوليشن اوف ذا ارتري. ويمكن هنا تيجي النقطه الاهم، لان ديتكشن اوف ذا ارتري ممكن حتى حد خبير يجيبه بالعين المجرده، او زي ما قلنا باستخدام ميكروسكوب او اللوب، او حتى لو حد لسه محتاج دوبلر جراحي يساعده. ففي طرق كتيره للديتكشن اوف ذا ارتري، لكن النقطه الاهم والمفصليه في التقنيه الميكروسكوبيه هي كفاءه الجراح في عزل الشريان اللي شافه، سواء بقى زي ما اتفقنا بالدوبلر او بالتكبير الميكروسكوبي او حتى بالعين المجرده. الاهم هو كيفيه عزل الشريان عن باقي الاورده من غير ما حاجه تتعور، وهي دي النقطه الاهم اللي بتفيد العيان
كمان وبيبان فيها الخبره، ان ازاي بعد ما شفت الارتي هتتعامل معاها. يا فرحتي جبت دوبلر جراحي وزودت فلوس اضافيه قد كده على العيان، لكن ما عندكش الخبره الكافيه اللي تفصله عن الاورده بطريقه ما تضروش. طب الحمد لله عملنا العمليه عن طريق الجراحه الميكروسكوبيه، فتره دقها بسيطه جدا وتخرج بعد العمليه بساعه ساعتين مع جرح تجميلي بتيجي بعدها في الاستشاره بعد 3 ايام ولا كأنك عامل عمليه. بس لازم ما ننساش انك كده كده لازم تاخد ادويتك بعديها من 3 ل 6 شهور، عشان تصنيع الحيوانات المنويه السبيروجيسيس زي ما قلنا من شويه بياخد 72 يوم، وان شاء الله هنلاقي التحسن خلال الفتره دي. بس الشرط الاساسي زي ما قلنا ان الدوالي تكون كانت هي السبب او احد الاسباب الرئيسيه اللي مسببه لتاخر الانجاب، وبناء عليه فعلا نسب التحسن والحمل الطبيعي بعد الدوالي فوق ال 50%، او على الاقل تحسين نسب نجاح الحقن المجهري، او تقليل درجه وسيله الاخصاب المساعد. بدل ما كنا هنروح للحقن المجهري ممكن نروح للتلقيح الصناعي. ولو كنت داخل تعمل العمليه عشان الوجع فبنسبه كبيره بيتحسن الوجع، وبرضه لو في وجع اضافي بسبب الاحتقان او الالتهابات لازم نعالجه. طولت عليكم معلش، بس في الرحله دي خدتكم معايا في حاجه بتقرب موجوده عند شباب كتير للاسف، بتعمل اوبسيشن ووهم. بيوصل الوهم دوت ان الشباب نفسهم ساعات بيطالبوا بعمليه هم مش محتاجينها، او للاسف بعض الزملاء بيتسرعوا ويعملوا عمليه المريض هو مش محتاجها. وبرضه خدتكم معايا خطوه بخطوه في طريقه العلاج. الخلاصه لو عندك دوالي ما تقلقش، موجوده عند ناس كتير، وانت مش محتاج تعمل لها عمليه الا لو فعلا مأثره عليك، وبعد عملها الحمد لله بيبقى في نتائج رائعه. وفي حاجه مهمه عايز اقولها زي ما قلتها قبل كده، ان الاساس في اختيار العمليه هو الجراح، وانك تكون واثق انه هيختار لك احسن اختيار لحالتك سواء باجراء العمليه او تاجيلها، وانك تكون واثق انه لو هيعملها لك فانه هيعملها باحسن طريقه ممكنه. وزي ما بنقول كل مره ان كل المعلومات اللي بنقولها هي معلومات علميه مبنيه على خبره كلينيكيه واكاديميه وطبيه، ومصادرها هسيبها لكم تحت الفيديو. ورغم كده هي ما تبنيش عن الكشف الطبي خالص، تمنياتنا بالصحه والعافيه والسعاده للجميع.